شكرا للزميل محمد سعدون الكواري. أصدقائي المشاهدين، قطر السعودية لقاء الكبار في كأس آسيا 2019، مباراة قمة ولقاء الصدارة. هو الماتش 39 بين الأشقاء، 90 دقيقة كورة، 90 دقيقة من الإبداع المنتظر، 90 دقيقة فرجة وأهداف، ساعة ونصف فيها يلتقيان من أجل فوز ويتفارقان من أجل مواصلة الحلم وفالكم الكأس. اللقاء المرتقب المنتظر، الديربي الخليجي في حضور النجم السوبر ستار في هذه البطولة المعز علي. تشكيلة الأدعم أو العنابي لحراسة المرمى سعيد الشيب، على اليمين بيدرو، رقم 3 في اليسار أحسن لاعب في آسيا 2018 عبد الكريم حسن، قلبي الدفاع بسام الراوي رقم 15 وطارق سلمان رقم 4، 23 عاصم مديبو، 6 حاتم عبد العزيز أو عبد العزيز حاتم، 16 خوخي بوعلام، رقم 10 الهيدوس، رقم 11 أكرم عفيف، ورقم 19 هداف البطولة المعز علي. تشكيلة الأخضر السعودي لحراسة المرمى محمد العويس، على اليمين محمد البريك، على اليسار حامد الشمراني، وسط الدفاع محمد آل فتيل ومعاه علي هادي. الأولى والجولة الثانية كانت سهلة وكانت في المتناول للمنتخبين عام 70، وكان انتهى 1-1 في خليجي واحد، بينما آخر ديربي تميز من الجانبين باعتبار هما أحد فرق البطولة اللي ما قبلوا ولا جوما. في منتخب السعودي الآن هي على فريقي الهلال والأهلي، 3 من الهلال، هدف للمنتخب السعودي في البطولة الحالية، هدف في المرمى الكوري الشمالي. ترجع الكرة بضغط سعودي جيد اللحظة أمام مهارات وإمكانيات فنية كبيرة للمنتخب السعودي اللي حصل خطأ، فاول ضد ماديبو، فاول على عاصم، والكرة ترجع حارس يلعب العويس يضغط أكرم عفيف، لاعب الشمالي يصعب الامور اكثر على منتخب الارز اللبناني. 1-0 للشمال الكوري. هذه بعض الارقام لجدول المقارنات في الانتظار. ننطلق في كرة يمشي فيها تن، والدفاع والركنيه الاولى في المباراه. خرجت الكرة من بوعلام، كانه ليبرو في هذه المباراة، كانه المدرب فيليكس سانشيز يدخل لاعب ثالث في اللاكس في المحور الدفاعي. الدقائق الاولى المباراة، كرة سريعة، الريتم بدا يطلع ولكن الكرة بعيدة. هتان اليوم تلعب له كرة فما شوف سايد، كرة خطيرة للمنتخب القطري، التوزيعة والركنية، ركنية بركنية، بدا الريتم يعلى، الاولاد بداوا يلعبوا، كرة بدات تدور، المنتخبين بداوا يكوروا، والكرة على ارضية استاد ابو ظبي، الملعوبة الصعبة، يمشي مرة اخرى الحارس، مبدع، انت رايع يا عويس يواصل التألق، اخطر كرة في المباراة، بداية الإثارة، بداية الشو، بداية الكرة والفستيفال في الاتاك من الجانبين. الركنية والكرة الثابتة، كرة قوية برشا المنتخب القطري، كيما جات يضرب خوخي بوعلام، وارجع مرة أخرى عن طريق التسديد الهيدوس، وكرة براوت، ضربة مرمى ممتازة تتلعب عن طريق هتان حلوة برشا، المنتخب السعودي خطيرة منطقة الجزاء، والكرة ماذا هناك؟ الكرة يقول كرة خرجت، ورا من البريك ينظر الحكم يطالب بخطأ، ولكن الكرة الجنوبي كيم دونغ جين يقول تدخل منطقي قانوني ويعطي ضربة مرمى. شوف الكرة انجازاتها العالمية، كرة خطيرة المولد، والكرة على القائم، فهودي يضرب كرة ولا بالاحلام، الكنترول ثم الضربه. هذا سبيشال وان مورينو يعمل عليه جو، المهاجمين اللي يعني الشيخ عليهم يعمل الجو. شوف الكنترول، لونشينمون، التسلسل، الترويض ثم الضرب على طول، ممتاز فهد المولد، والكرة والقايم تنوبان على الحارس الشيب. في وقت الكلام عن ابرز انجازات السعوديه عالميا، الشاري والافضليه، المنتخب السعودي يتقدم بكره بعيده وسهله للدفاع وركنيه للشاري. يحيى الشاري يعمل مراوغه خطيره ممتازه، يحيى الشاري وسع القائم الثاني، كره هدف للاخضر السعودي، وكره ضاعت، كره بكره، فرصه. التعامل مع الرواق الايسر للدفاع القطري الان صار بافضليه المنتخب. في المقابل يمتلك عادل خميس رقم الحضور ب 110 مباراة دولية، هو الهداف التاريخي الجوليادور. منصور مفتاح، منصور هو الهداف نمبر 1 في عبد العزيز، حلوة برشا المعز علي، كرة خطيرة والمعز، وكرة براوت، فرصة محاولة وتسديدة من المعز علي، والكرة تخرج برا.
خطيرة أولى للسعودية وللمنتخب القطري. كيف ستكون الثانية على التوسيع؟ خطيرة خوخي بامتياز. بوعلام يسبق الجميع في المنتخب السعودي على اليسار. الانطلاق للمنتخب السعودي قدام بيدرو. روعة بيدرو. الآن قد يسجل ممكن للعنابي بهذه اللقطة، هذه الكرة، هذه التوزيع والدفاع بامتياز عن طريق عبد العزيز حاتم. يلعب عبد العزيز يشوط كرة والكرة سهلة للحارس. تحولت وجهتها، ضربت في الدفاعات ومشيت سهلة للحارس العويس. الحسن يعطي باس خطيرة اوفسايد. تسلل على 19 لكن يغلط لاعب المنتخب القطري ويخطئ بدوره فهد المولد وترجع الكرة حايرة في الأخير ترجع للمنتخب السعودي. محاولة التسديد وكرة على اليسار عبد الكريم حسن. كرة من عبد الكريم. المنتخب القطري يتصيد في كرة ويوصل ميدان عبد اللطيف يهز كرة وفي خطأ في فاول ضد البريك. الدفاع تقريب راس عفيف. كرة من عفيف يعطي كرة صعبة. كرة ركنية خطيرة جدا. أكرم عفيف في محاولة خطيرة ومرتدة قطرية نارية ولكن اللمسة الأخيرة ضاعت على العنابي. أخطر ثلث الكرات. شوف الأخطاء الفردية. خطأ فردي من هتان تقطع الكرة فماش فاول من بيدرو يلعب الكرة في الأولى يتفوق في الثانية يمشي المعز علي تقريب راس. كرة خطيرة معز يراوغ والكرة صعبة والقطر تطالب بالبنالتي والحكم يقول ضربة جزاء للمنتخب القطري. بينالتي للفريق القطري جابها المعز علي. كرة من خطأ من الدفاع القطري بسام الراوي خرج منها السلامات في آخر لحظة وهذه الكرة العكس. السعودية 7-0 يمشي حسن الهيدوس ويضيعها حسن الهيدوس. كرة الشوط الأول أهدرها المنتخب القطري. العويس يواصل كلينشيت. العويس يواصل التألق. تألق حتى له كرة تقريب في الوسط لكن ممتاز الحارس على طريقة الهاندبول يرجعها العملاق العويس قدام الغير موفق في اللقطة الأخيرة حسن الهيدوس. كرة كبيرة ضاعت في المباراة. فرصة 1-0 انتهت من المنتخب القطري. اخطر كرة في الشوط الاول والكرة تمشي المنتخب السعودي. كرة المرتدة ريتم الان مباراة افضل. محمد الدعاية تمشي كرة ركنية بالراس خطيرة والكرة كانت قريبة للاخضر انه تضيع بينالتي هامة. وهنا يقود شخصية اللاعب وفماش تسلل والهدف الاول 1-0 المعز علي. القطر يتقدم بالهدف الاول وعلي والمعز علي يسجل 6 اهدافه في البطولة. خطأ قاتل من الدفاع السعودي يستفيد منه القناص. الجول يدور المرعب الجديد المعز علي خليفة منصور مفتاح والكرة في الشبكة 1-0. رابع مواجهة آسيوية بين المنتخبين 1-0 2-1 وفي كل مرة قطر هي اللي تسجل الهدف الأول الافتتاحي. خطني بصافرة الكوري السيد كيم دونغ جين. التوزيع والدفاع عن طريق حامد الشمراني الكروس على القائم الأول ومرة أخرى الدفاع للعنابي عن طريق الثابت بسام الراوي. في الانتظار كرة ممتازة الهربة والانطلاق والعرضية. فرصة كبيرة للفريق السعودي. المنتخب السعودي الأخضر كان قريب من إدراك التعادل. مباراة مثيرة جدا الآن. الشوط الثاني وهدف المعز علي حرك المياه الراكدة شال الخوف في الأثناء الضغط متواصل والسعودي يقترب من إدراك التعادل والحارس عن طريق الممتاز طارق سلمان مرة أولى ومرة ثانية والثالثة من بسام الرام. مرة أخرى ليحيى الشهري على القائم الثاني. ضربة راس من الدفاع صعبة والكرة للمولد خطيرة جدا والتسديدة وصلها بالدفاع. برافو الدفاع طبعا الشمراني من المشكورة لأنه كان راجع من التسلل. يوضح لك ويعطيك فكره وفرصه انه اللاعب هذا قديش مركز حامد الشمراني. كره اخرى اختيرها. المنتخب السعودي يقرب من التعادل في هذه البدايه القويه عن طريق عفيف يزيد كره خطيره. عبد الكريم حسن والكره في المرمى واعلى وانتصاراته اكثر اخرها في فاينل كاس الخليج. والهدف الثاني من القاتل معز علي ولكن الحكم يلغي الهدف. الحكم يلغي هدف ثاني للمنتخب القطري عن طريق المعز علي. ماذا في قرار الحكم كيم دونغ جين الكوري
اللي بنى عليه قرار، والدفاع يتألق بعد هجوم صريح سريع ممتاز جدا، مرتدة نموذجية من المنتخب القطري. لذلك لما قلت أنه فرصة كل فريق في تسجيل هدف تماس لإمكانية إسعاف الهيدوس، قول لكم هذا في دقيقة 63. التاريخ في تنشيط لذاكرتنا الكل، انطلقت للمرة الأولى في عام 56 وحقرة للمنتخب السعودي. كرة خطيرة والتوزيع عرضية، والشيب مرة أخرى يتألق، مرة أخرى الشيب يتألق. اليوم المنتخب القطري يلقى حارس مركز، حارس عمل هتان يتقدم البريك يوزع كرة بالراس وكرة برا، يخطف الكرة بالراس ولكن كرة برا. عبد الكريم حسن، عبد الكريم امتياز من عبد الكريم حسن، فرصة كبيرة، عبد الكريم يحط كرة ويجيب ركنية. نعم الزاوية ملقى، لكن استغربت انه عبد الكريم حسن سافر السعودية والكرة تمشي من ركنية خطيرة. الهدف الثاني المنتخب القطري عن طريق المعز، فانتاستيك المعز علي، جول يدور غير عادي، يسجل الثاني ويؤمن الانتصار بالصدارة. 2-0 للأدعم، فرصة كبيرة وكرة جميلة وركنية ثابتة وراسية خشينة، والهدف الثاني للأدعم العنابي القطري يتألق ويصبح مرشح بارز وخارق للعادة لبطولة القارة الصفراء.